هقولكوا على طريقة تعملوا بيها الرز بلبن بيطلع احلى من بتاع المحلات. اول حاجة بكون ناقعة نص كوباية رز تقريبا وبحطها على النار وبحط عليها 4 كوبايات مية. بخلي على جنب بولة بحط فيها معلقة كبيرة من النشا ومعلقة كبيرة من الكريم شانتيه وبحط عليهم شوية لبن عشان خاطر يعملوا قوام تقيل كده للرز بلبن. طبعا احنا بنحط كمية قليلة من الرز فالنشا بتاع الرز مش هيقدر يمسك اللبن مع الرز، فلازم نحط نشا عشان خاطر يبقى الرز بلبن بتاعنا تقيل شوية وعامل زي بتاع المطاعم والمحلات. طبعا لازم يتقلبوا كويس لان النشا مع الكريم شانتيه بيتكتلوا فاحنا عايزينهم يبقوا دايبين كده. وبعد كده ببدأ اتابع الرز بمجرد ما بحطه على النار بسيبه لحد ما يستوي خالص وشبه يبقى خلاص قرب يستوي وشرب كل المية. ده بيساعدنا على ايه؟ بيساعدنا ان احنا اي كمية لبن هنحطها الرز مش هيشربها فهيفضل الرز بلبن دسم كده وباين اللي كأننا حاطين كمية كبيرة من اللبن مهما كنا حاطين كمية صغيرة. انا هنا معايا لتر لبن او تقريبا كيلو لبن، حطوه زي ما هو يفضل يبقى طبيعي طبعا عشان يبقى فيه القشطة بتاعته ويبقى طعمه حلو. بتسيبوه مع النار واول ما يغلي اول غلوة هقولكوا دلوقتي هنعمل فيه ايه. اهم حاجة يغلي اول غلوة معانا. اول ما يبدأ يغلي زي ما انتم ما شايفين بضيف عليه الخليط اللي انا عملته بتاع النشا والكريم شانتيه عشان خاطر الرز واللبن يمسكوا مع بعض. هتلاقوه بدأ تقل معاكوا كده زي ما انتم ما شايفين ومع الوقت وعلى النار هيتقل اكتر. بعد كده بنحط السكر، طبعا السكر حسب الرغبة بس انا الكمية دي حطيت عليها نص كوباية سكر بيخليه مظبوط مش مسكر قوي ولا السكر بتاعه قليل. وبعد كده بجيب قشطة اي نوع قشطة اي نوع قشطة انتوا بتستخدموه. القشطة طبعا بتخليه دسم وبتخلي طعمه حلو قوي. ساعات بحط مكعب زبدة ده برضو ممكن تحطوه لو انتوا بتحبوا ان هو يبقى دسم شوية. طبعا بمجرد ما القشطة بتبدأ تدوب بتلاقوها كده بدأت تبقى تقيلة والرز بلبن بقى جاهز معانا خلاص. بتحطوه في بولات وبيتماسك ويبقى شكله كده ويبقى طعمه تحفة. وألف هنا وشفا.